السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين طيب منوعات. النهاردة هنفرز ان شاء الله مع بعض ورق العنب. ده موسم تفريز ورق العنب. يلا لو ملحقتيش تجيبي كده يعني حتى على الاقل لو كيلو بيوفر معاكي برضو. لان احنا مش كتير بنعمل ورق العنب. انا كان نفسي بفضل الكرنب عن العنب، فبنعمله كده مرة ولا حاجة كل شهر كده. فالعنب في ورق العنب في رمضان بيوصل ل100 جنيه و80 جنيه، فهو دلوقتي ب20 وب15، وطبعا مش في كل المناطق. ودول بصراحة جايين لي كده شحاتة كده من جيراننا عندهم تكعيبة عنب ما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا يزيد ويبارك عندهم. فجابوا لي بقى الشوية دول كده، انا ما اشتريتهمش بصراحة، فكان كلهم تراب وقلت لازم اغسلهم كويس. انا مش فاكره غسلتهم اكتر من 3 مرات، كل ما الاقي الميه فيها تراب وكده اكبها واعمل غيرها، يعني لحد ما الميه بقت قدامي نضيفه كده وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده هتشوفوا بقى الميه كانت إيه يعني متعكره خالص من ورق العنب. السنه اللي فاتت انا فرزته من غير ما اغسله بصراحه، بعد ما سلقته دوخني في الشطيف بتاعه. ليه بقى؟ الورقه وهي مسلوقه ما بتقدريش تمسكيها وتتحكمي فيها. شايفين الميه لونها عامل ازاي؟ طبعا ما يعني كانت غلطه مني وانا ما يعني قلت حبيت ان انا اقول لكم عشان ما حدش يقع في الغلطه دي. مش عيب يعني لما بنغلط ونعترف بغلطنا عشان ما حدش كمان يقلدنا. اهم حاجه نغسل الحاجه بتاعتنا كويس طبعا قبل التفريز. فانا سبتهم بقى كده في المصفى لحد ما الصفوا خالص من الميه بتاعتهم. شايفين الورق الناشف ازاي؟ وكنت بقى مشغله المروحه كمان بتاعه المطبخ، يعني ما احتاجتش ان انا احطهم على فوطه كده واسيبهم ينشفوا. هنلفهم بقى وباسهل طريقه اللي هي ان احنا بنلفهم في الورق الاسترتش راب ده. بنقص بقى العنقود الاخضر اللي فوق ده ونرصهم الحجم الكبير فوق بعضه والحجم الصغير فوق بعضه كده، وبتعملي بقى الكمية اللي انت حباها. ودي طريقة سهلة كده وبسيطة وبتفضل خضرة والورقة كده جميلة بعد ما تسلقيها كده وتطلعيها في مية باردة كمان، بتحتفظ يعني بلونها وجمالها ده. شايفين ما شاء الله الورقة جميلة جدا. حاولي ان انت تفرزي بقى الورقه اللي هي الكبيره دي عشان ما تدوخيش كده في لف ورق العنب. هعمل بقى انا كل الكميه كده مع نفسي بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا حبيت اوريكم يعني الفكره كده بقى. رصيتهم فوق بعض كده، خليتهم كده في اتجاه واحد. ان شاء الله بقى لما اجي اسلقهم همسكهم بقى بالماسك كده وانزلهم بقى في الميه بنفس الترتيب ده عشان اخد وحشه على طول، عشان ما اقعدش تاني ان انا ارتبهم من جديد. والورقه وهي مسلوقه بتبقى كده ناعمه وبتلزق في الورقه اللي بعديها فبتدوخنا. واحنا كمان شلنا العنق الاخضر ده كان بيسهل علينا ان احنا نفصل الورقه عن الورقه التانية. هقفلهم بقى كويس كده واعبيهم بقى في كيس لوحدهم عشان ما يتهوش كده مني في الفريزر. عشان انا عندي ورق عنب من السنه اللي فاتت قلت استعمله الاول. انا لسه كنت عامله معاكم فيديو ورق العنب مع شويه كرنب كده، يعني لسه ما فيش من شهر يعني قريب. ده كان الورق اللي كان عندي من السنه اللي فاتت. زي ما انتم شايفين كده بنطلع بقى الهواء منها ونضغط عليها جامد. انا كمان جبت حته كده استرتش راب واخدتها كمان بالعرض كده، قفلتها كده تاني كويس زي ما انتم شايفين اهو. دي طريقه سهله وبسيطه كده. كنت خلصتهم كلهم ما شاء الله، كمية حلوة برضو. يعني لما استعمل هاخد 2 3 يعني مش اكتر. هيبقى مثلا طاجن كده صغنون كده على قدنا. او لو هعمل كرومب او اي بقيت محشي تاني كوسة بتنجان، اخد ورقتين كده لفتين من دول واكمل بيهم اعمل تشكيلة حلوة. وان شاء الله استنوا بقى فيديوهات احسن واحسن. وما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك. وده فيديو قصير يعني ما كملش 5 دقايق، ما حبيتش اطول عليكم. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وفي النهاية اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.